السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. آه النموذج التركي. النموذج التركي كلمة بتتسمع كتير قوي دلوقتي في الإعلام. الناس القائمين على السلطة في مصر معروف عنهم ان هم بيتخذوا النموذج التركي يعني حاجة يحتذى بيها. امريكا بتتحدث عن النموذج التركي بصوره ايجابيه وتقول ده النموذج الديمقراطي اللي المفروض يبقى في الشرق الاوسط واللي المفروض الدول تحتذي بيه. فهتلاقوا كلمه نموذج وتركي دي، يعني ان تركيا دي نموذج لينا بتتكرر كتير قوي في الاعلام. فلازم نبقى عارفين يعني ايه نموذج تركي كويس جدا، عشان اول حاجه نعرف دوله ليها تاثير كبير في منطقه زي تركيا عباره عن ايه، ويعني ايه احنا نتحول للنموذج التركي. اول حاجه تعالوا نشوف النهضه. كنا سمعنا عن النهضه اللي عملها اردوغان في تركيا. تعالوا نشوف اردوغان عمل ايه في تركيا. رقم واحد، استلم تركيا عليها 118.3 مليار دولار. استلم السلطه سنه 2003 على تركيا. الرقم الضخم ده، انتوا عارفين مصر طبعا لما قامت الثوره عليها كان عليها 30 مليار دولار. تركيا كان عليها 118. اردوغان بالنهضه بتاعته وصل ب 118 دول لكام؟ توقع كده. 118 اردوغان عمل نهضه يوصل لكام؟ وصل ل 306 مليار. وصل 306 مليار ديون خارجيه. يعني النهضه اردوغان عملت ايه؟ زودت الديون الخارجيه الامريكيه تقريبا يعني مره ونص. يعني عمل الدين اللي كان موجود قبل كده، اللي تركيا تعتبر كانت فقيره وتعبانه ومش لاقيه تاكل، لما اردوغان مسكها قام هو بكل عمله ببساطه زود الديون دي، مش 118 على 118، لا كمان عليهم نص. طيب يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه، اردوغان استلم تركيا فيها قواعد امريكيه. يا ترى القواعد الامريكيه دي حصل فيها ايه؟ القواعد الامريكيه ما شاء الله زي الفل، ما فيش حاجه اسمها القواعد الامريكيه بتقل، لا ممكن تزيد انها ما تقلش. كان ما في مش عامل معاهده مع الناتو. استلم تركيا مش عامله معاهده دفاع مشترك مع الناتو. دلوقتي تركيا عامله معاهدات تسليحيه ودفاع مشترك مع الناتو. طيب لو ده رقم اثنين، يعني لو انت شفت فلوس تركيا كاقتصاديا معاهم فلوس، بس في نفس الوقت ديونهم الخارجيه ضخمه جدا. طيب هتيجي تشوف سلاح تركيا، تلاقي سلاح تركيا مع سلاح امريكا، الاثنين في معاهدات ما بينهم، تركيا ما تقدرش تتخلف عنهم. وبالتالي اللي بيقول على القدس رايحين شهداء بالملايين، قبل ما يفكر يواجه جيش اسرائيلي يفكر الاول يواجه الجيش التركي ازاي. معلومه مهمه جدا، الجيش التركي دلوقتي في رانكينج على مستوى العالم بيقول ان الجيش التركي هو السادس على العالم من حيث القوه العسكريه. تخيل، الجيش التركي على العالم هو السادس، اسرائيل العاشر، مصر ال16. يعني تخيل مصر اول دوله عربيه تكون في الرانك اصلا رقم 16، تركيا رقم 6. طب ايه اللي يخلي الجيش التركي اللي هو السادس على العالم يبقى جنب الجيش الاسرائيلي، والجيش الاسرائيلي مطمن له؟ مش مطمن له بس، ده عملت الاثنين في حلف الناتو. يعني انت قبل ما تروح لاسرائيل تفكر الاول هتعمل ايه مع الجيش التركي اللي هيقف قدامك. فاللي بيقولوا على القدس رايحين شهداء بملايين، الاول يقول لنا ايه خطته مع الجيش التركي، هيتصرف معاه ازاي. فدي يبقى تعالى كده يبقى اتكلمنا على النقطة رقم واحد، الديون. ودي الديون الخارجية تمثل السيطرة الصهيونية على الدولة، وكل ما الدولة زادت السيطرة الصهيونية عليها كل ما ديونها زادت. عشان كده أكتر الدول في الديون الخارجية هي أمريكا. وهتلاقي تسلسل، هتلاقي مثلا إن روسيا والصين واخدين رقم أقل بكتير. تاني دولة اللي كانت مين الدولة اللي عملت وعد بلفور وكانت براعة الناشئ الكيان الصهيوني؟ انجلترا. دي تبقى على طول رقم 2. فشوف ترتيب الديون الخارجية ده يديك لمحة عن مدى سيطرة الصهاينة على البلد دي، لأن ببساطة جدا هم ممكن يفقروها ويجوعوها على طول. يبقى دي نقطة رقم 2. طيب أردوغان وتركيا والنهضة. طب تعال نشوف، طب هو ده تطبيق الدين؟ يعني تطبيق الدين ده اللي هو يدين تركيا للدرجة دي بحيث يبقى قرارها مش في ايديها، ان هو يقيم قواعد عسكريه امريكيه في تركيا، ان هو يخلي الجيش التركي في تحالف عسكري مع الناتو، ده بنص القران ومن يتولهم منكم فانه منهم. طب ايه بقى النهضه الاسلاميه؟ طب نشوف المستوى الاخلاقي في تركيا.
نلاقي ان اردوغان ما شاء الله ما شاء الله يعني حل الدعاره في تركيا وكمان بيتاخد عليها ضرائب. يا الله، يعني حل الدعاره وبيتاخد عليها ضرائب زي الفل. طيب احنا عاوزين نهضه اسلاميه اكتر من كده ايه؟ يعني تحالف مع الروم او تحالف اسف مش تحالف مع الروم، تحالف مع امريكا، تحالف عسكري، ده حاجه اسلاميه. والدعاره دي نسميها ايه مثلا؟ نسميها دعاره اسلاميه والعياذ بالله يعني، استغفر الله العظيم يعني. ده الدعاره دي عباره عن ايه؟ ثالث حاجه هي الديون الخارجيه اللي خدها بالربا من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، ده نسميها تحت بند ايه؟ طيب تعالى بقى اسالك يعني ايه نهضه اسلاميه في تركيا بقى؟ يعني هو ايه الاسلام في تركيا؟ ان هو مثلا بيتصور وهو ماسك المصحف مثلا، ان هو مراته تقوم لابسه الحجاب، هو ده الاسلام؟ ايه النهضه الاسلاميه؟ طيب عرفنا فهمنا يعني ايه ان تركيا امريكا بتقول دي النموذج اللي عاوزه المسلمين وعاوزه الدول العربيه تقتدي بيه. عاوزاك ببساطه جدا انت ممكن تعيش تاكل وتشرب وتبقى معاك فلوس وتبقى زي الفل، في مقابل ان انت تدين دولتك بحيث ان انت خلاص الدوله بتاعتك تبقى كانها اتباعت، وانت تقبل شروط صندوق النقد الدولي، وتقبل ان في قواعد امريكيه تبقى موجوده عندك على ارضك، وتقبل ان جيشك يشتغل مرتزق عندهم باتفاقيات دفاع مشترك. والله لو كان ده متطلبات ودي الثوره الاسلاميه او النهضه الاسلاميه، طب ما كنا نقول مبارك يعمل كده. يعني هو كان ليه مقفل دماغه ومش عاوز يعمل قواعد عسكريه امريكيه، وليه مش عاوز يعمل تحالفات دفاع مشترك ويخلي الجيش المصري زي الجيش المرتزقه عند امريكا؟ ليه ما عملش كده؟ كنا نقول له يعمل كده، ولا حتى كنا نقول له زي ما عصام العريان بيقول هاتوا لنا بقى اليهود يرجعوا تاني لمصر من بعد ما عبد الناصر الوحش قوي مشاهم يعني، فيا ريت يرجعوا لمصر. هي دي النهضه ما شاء الله. طيب طب انت ازاي تقدر تقول؟ انت واحد ممكن يبقى من اللي شايفيني مش فاهم هي تركيا ازاي يبقى يتقال عليها فيها نهضه وشكلها حلو قوي، ولو رحت تركيا هتلاقي مبان شكلها جميل، وفي نفس الوقت عليها الديون دي. انا مش مستوعب. اقول لك خد مثال حي عشان تقدر تستوعب. لو انت مرتبك مثلا 1000 او 2000 جنيه ومسؤول عن اسره كمان 3 او 4 افراد، الفلوس دي يا دوب معيشك. هل بعد 100 سنه متوقع مثلا توفر 10 مليون؟ مستحيل. تخيل بقى لو انا قلت لك انا هديك قرض ب 10 مليون بس بشرط تشترك لاولادك في نوادي غاليه جدا، وتشتري عربيه غاليه جدا مثلا ب 2 مليون جنيه لوحدها، وكل يوم كل سنه تسافر مثلا تتفسح في كذا دوله وي وي وي. ده شرط ان انت تاخد القرض. انا مش هاخد منك فايده غير فايده قليله جدا 1% بس الشروط دي انا لازم تنفذها عشان اديك القرض ده. ولادك يتعلموا احسن تعليم، تجيب لكل واحد فيهم عربيه ب 2 مليون، تعمل وتعمل وتعمل مثلا يعني. ففي النهايه تيجي تفكر تقول انا لو خدت القرض ده ومصاريفي الاستهلاكيه بقت زياده كده، طب ما انا كده كده مستحيل اسدد القرض ده حتى لو قدرت اعمل مشروع ب 2 مليون من 10 مليون. في نفس الوقت انا كده اعتبر اتبعت، لان انا لو في يوم من الايام قال لي هات الفلوس اللي معاك مش هقدر اديها له، ولو قال لي اي شرط بعد كده اعمله له هعمله له. خلاص انا كده يعتبر سلمت، انا كده بعت. اللي هيشوفك من بره لو انت خدت القرض ده هيلاقيك راكب احسن عربيات، هيلاقي اولادك بيتعلموا في احسن مدارس، هيلاقيك عامل مشروع صغير بس ناجح وبيجيب فلوس والدنيا شكلها حلو وبتاكل كويس وبتشرب كويس وهدومك نظيفه، حاجه رائعه يعني. بس في الحقيقه دي مش فلوسك، في الحقيقه ده مش مجهودك، في الحقيقه انت كده يعتبر بعت نفسك. السلطه اللي تاخد فلوس وتديها للشعب وتدخل الشركات الاجنبيه عشان تزود المصاريف الاستهلاكيه، فالفلوس اللي خدتها من فوق تطلعها تاني عن طريق الشركات ويبقى عليها الدين والشعب اصرف والموضوع انتهى، دي سلطه بتبيع البلد اللي هي فيها. فكر في المثال ده واستوعبه، لان المثال ده مثال معقد شويه ومثال صعب تكافحه ليه؟ لان اول حاجه في ضجه اعلاميه قويه جدا بتأيده بتدفعه عشان يتعمل. وطبعا لازم تشوف الحلقه اللي قبل دي بتاعت قطر عشان تبقى، لان قطر وتركيا هم دول ايدين امريكا في المنطقه. وحتى الاخوان دلوقتي بعد ما قناه الجزيره الى حد ما اتشوهت صورتها شويه، ابتدوا يقلبوا يقولوا لا احنا دلوقتي قناه الاناضول هي اللي هتبقى ايه المتحدث الرسمي بتاعنا او حاجه زي كده يعني. فلازم تبقى فاهم النموذجين الاول، وفاهم يعني ايه ان النهضه بتاعت تركيا معناها ان احنا ناخد النهضه بتاعت تركيا عشان نطبقها في مصر،
معناها ان احنا نتدين زياده لصندوقنا الدولي. احنا عشان 4 مليار بس طالع علينا. تخيل بقى لو انت عملت زي تركيا وخدت لك مثلا بتاع 200 مليار زياده، زي اللي عملت قاعده امريكيه ولا قاعدتين امريكيتين، فخدت كام مليار كمان، وكمان عملت اتفاقيه دفاع مشترك عشان تحول جيشك لجيش مرتزقه، فخدت كام مليار كمان. يعني تبني ده مش دوله واحده، تبني دول. فهل انت عاوز كده؟ لو انت عملت كده هتلاقي ان الناس كتير من الشعب فرحانه، مش فاهمه اصلا. الناس بقت تاكل وتشرب احسن. بس هو ده الرباط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل مصر هيفضلوا في الرباط ليوم القيامه، ولا ده هينطبق علينا ساعتها؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاحنا كده اتبعنا ملتهم. اتباع المله هو انك سلاحك يكون معاهم، ومن يتولهم منكم فانه منهم. كونك واقف معاهم، كونك بتبيع دولتك ليهم، انت كده بقيت منهم صرف. الحلقه دي زي حلقه قطر الاثنين مهمين، لانك انت لازم تبقى عارف الايدين الامريكيه في العالم العربي والعالم الاسلامي ايه، وتبقى عارف هم بيسوقوهم كنماذج عاوزين دول عربيه تتحول كلها لشكلهم ازاي، عشان تقدر تكافح التضليل. وبعد كده الناس تبقى فاهمه هي بتبيع ايه وبتبيع لمين، ويقدروا لو عاوزين يجاهدوا ازاي ويصبروا ازاي قدام التضليل العام. لان امريكا صحيح خدت من اردوغان كتير، بس اديته انها لمعته اعلاميا، وصورته ان هو باعلامها الصهيوني، صورته ان هو بطل المنطقه، وهو صلاح الدين ايوبي الجديد طبعا، وده العكس تماما. هو ممكن يكون ولي عهد جديد، انما مستحيل يكون صلاح الدين الجديد. صورته لينا في المنطقه بالطريقه دي، خناقات مفتعله. اتخدموا اردوغان اللي هم صوروه بطل المنطقه عشان يقدروا يوجهوا المنطقه بيه، لانه عاوزين يخلوا نموذج تركيا نموذج يحتذى بيه، فعشان يخلوا نموذج لازم يتعمل له شو اعلامي. دي حاجه. تاني حاجه، ادوا اردوغان اللي هم بيحاولوا يخلوا تركيا هي مفتاح الغاز لاوروبا. دي اهميتها ايه؟ اهميتها ان امريكا عاوزه تضمن ان اوروبا تبقى تحت سيطرتها الابديه. فتعمل ايه؟ قنوات الغاز اللي رايحه لاوروبا من اسيا، لو امريكا سيطرت عليها على منافذها، يبقى امريكا مسكت اوروبا من رقبتها. اللي موضوع باختصار موضوع تركيا، موضوع سوريا هي منفذ روسيا في تصدير الغاز عن طريق البحر المتوسط لاوروبا. تركيا عاوزه تاخد المكان ده من سوريا، وهو ده من اخر سبب ان تركيا يعني متحالفه ضد سوريا بضراوه مع امريكا. ومن هنا وضع البيت الابيض سيناريو لرسم اعاده سيطره واشنطن على مصادر الطاقه وفق التالي: ان تسيطر واشنطن على غاز ايران قبل عام 2018، السيطره على غاز وسط اسيا قبل العام 2025، السيطره على غاز افريقيا قبل عام 2030. موقع جهينة نيوز كشف المزيد عن مخطط أمريكي تحاول واشنطن من خلاله السيطرة على مصادر الغاز في العالم، بالتوازي مع علمها أن استخدام الغاز سيتضاعف في ذلك الحين من قبل كافة دول العالم كمصدر بديل للنفط، وبذلك تصبح واشنطن هي من يدير عمليات تزويد أوروبا بالطاقة من الشرق الأوسط، ما يؤمن لها السيطرة حتى على القارة الأوروبية. ولكن للوصول إلى هذه الغاية كان لابد من إبعاد روسيا عن سوق الغاز الأوروبي، وهنا اختارت واشنطن تركيا لتكون ممرا للغاز إلى أوروبا. واشنطن رأت أن أهدافها تلك تتماشى مع طموحات الحكومة التركية بإعادة المجد العثماني، فمنحت تركيا وعودا بتحويلها إلى عقدة مرور الغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا، مقابل مساعدة أنقرة لواشنطن في تمرير سياساتها بالمنطقة، وخصوصا إزاء سوريا والقضية الفلسطينية. وفعلا تم الاتفاق بين أردوغان وواشنطن على إحياء مشروع أنبوب نابوكو، وهو اسم عمل موسيقي لشخص يدعى فيردي، يتكلم عن اضطهاد اليهود في العراق أيام نبوخذ نصر،
وما سمي بالسبي البابلي لليهود. والتاريخ السياسي يسجل أن الإعلان عن نابوكو كان مقدمة لاحتلال العراق، فحتى اختيار الأسماء حين يختارها الأمريكي لا يختارها عن عبث. نعم، أردوغان يقاتل لأجل نابوكو، وليس لأجل الحريات ولا لأجل الإسلام، بل لتقسيم المنطقة طمعا في تحويل أنقرة إلى أهم عقدة طاقة في العالم، مهما كان الثمن الذي ستدفعه دول أخرى. في عام 2004 عقد في اسطنبول مؤتمر لدول حلف الناتو، كان عنوانه امتدادا لمؤتمر جورجيا في يونيو 2003 الذي شارك فيه جورج بوش مع قادة الدول الثمانية. كان العنوان الشرق الأوسط الكبير. وفي مؤتمر اسطنبول قالوا أن هذا الشرق الأوسط الكبير الذي يهدف إلى تمزيق الدولة الوطنية إلى كيانات طائفية وعرقية لن يقوم على أمره ولن يتولى تنفيذه إلا ما سمي بالإسلام الجديد. ده كده مختصر مفيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيل هذه الغمة وأن يزيل هذا التضليل البشع، لأن احنا كده فعلا دولنا بتنهار وبشدة، وكده بنسلم. سلاحنا ضد التضليل هو الهداية. أسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.